سالم بوكوينا اللي سافر الى جنوب افريقيا لتشييع جنازه الجده ديالو المتوفاه تعازينا الحاره لعائله ديال فريق الوداد. الان اللي حاضر هو المدرب المساعد باطيلا. تم تسريح بعض اللاعبين كاسماعيل بن قطيب وزكريا غيلان والموريتاني سيدي بونا عمار، نسيم الشاذلي، نبيل مرموق، عبد العليم محمدي، كلهم لاعبين اللي غادروا الفريق. مشات كره في الجهه اليمنى لفائده فريق الوداد. هناك محاوله تمرير من طرف تيميرو بيلولا، تمريره ممتازه، تدخل الحارس اسامه الرحماني. كانت انطلاقه ديال فهد موفي على مستوى الجهه اليمنى. امامنا لاعب فهد موفي، تمريره من الجهه اليمنى وتدخل الحارس سيف الدين بورا محتفظ بالكره دائما. سيف الدين بورا تمرير على مستوى الجهه اليسرى عند اللاعب محمد الريحي، تسديده فرصه، كره تمر من امام تيمينو بيلولا. فرصه ومحاوله لفائده فريق الوداد الذي كان قريبا من تسجيل الهدف الاول. محمد الريحي يسدد الكره مرات من امام تيمينو بيلولا. محاولة شكلت خطورة، نتابعوا من جديد سيف الدين بورا، وإن كان الحكم أعلن على وضعية تسلل، لكن الفرصة كانت يعني خطيرة لفائدة فريق الوداد. لاحظوا كرة مرات من أمام سيف الدين بورا وكذلك لاعب الجنوب الأفريقي تيمينو بايلولا. كيبحث على أحد اللاعبين زكريا ناصي، كرفع الكرة، دي فرصة والكرة في يد الحارس اسامه الرحماني. كانت متابعه ديال البرازيلي ارتيور سانشيز، والكره من جديد في يد الحارس اسامه الرحماني من الجهه اليسرى كما سنتابع. لاحظوا التمريره كانت الراسيه ديال زكريا ناسيك اللي تيمينو ميلولا تمكن انه يلقى المسانده. تمريرات من الجهه اليمنى ومن الجهه اليسرى اجل الوصول للمرمى في مباراه قويه، في مباراه شبه محليه بين شباب المحمديه وفريق الوداد الرياضي. لعبت الكره دائريه مباشره، تدخل الحارس اسامه الرحماني. اسماعيل بوترجي لعب الكره دائريه مباشره للمرمى. لاحظوا لعبت بشكل ممتاز، واسامه الرحماني مدافع الامان كيبعد الكره خارج ارضيه الملعب. في الوسط بوترجي، تمريره تصل لسيف الدين بورا ممتازه عند زكريا ناصيك. هذه فرصه لفائده فريق الوداد على مستوى الجهه اليسرى. زكريا ناصيك رفع الكره الراسيه والهدف. تيمينو ميلولا في المكان المناسب يضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق الوداد. كنقول بانه الهدف يمكن كان مساله وقت، لان صحيح بان شباب محمديه طيله 33 دقيقه كان منظم على المستوى الدفاعي، لكن الفرص والمحاولات كان فريق الوداد يبحث عنها ويبحث عن الوصول لمرمى الحارس اسامه الرحماني اللي الان يعني خلال المحاوله الاخيره لم يتمكن من ابعاد الكره. سنتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله. كانت انطلاقه ديال سيف الدين بورا خطا الكره. لاحظوا الطريقه ديال التمرير لزكريا ناسيك رفع الكره بطريقه مليمتريه لتيمينو ميلولا في المكان المناسب، يضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق الوداد بهذا الشكل وبهذه الطريقه. والحكم يعلن على نهايه الجوله الاولى بتقدم فريق الوداد بهدف لا شيء، هدف تيمينو ميلولا اللي كان في حدود الدقيقه 33. اعتقد ان الفتره ديال الاستراحه ستكون فرصه للمدرب رضوان الدردوري لتقديم نصائح وتعليمات اللاعبين من اجل الظهور بوجه افضل خلال الجوله الثانيه. يمكن نقول استثنائيه وقياسيه بملعب البشير بالمحمديه. اذا الكره اللي فاتت فريق الوداد ما كاينش هناك تغييرات، كل مدرب احتفظ بنفس المجموعه وبنفس التركيبه البشريه اللي تابعناها خلال الشوط الاول. من الجهه اليسرى لمرمى الحارس اسامه الرحماني. اسماعيل مترجي كيلعب كره دائريه الراسيه، فرصه، كانت المتابعه ديال اللاعب مهدي مبارك. فرصه ومحاوله في الوقت اللي هناك مطالبه بالخطا، المطالبه بضربه جزاء. سنتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله. ارتقاء ديال الملعب بوطويل مهدي مبارك، تدخل، وبالتالي هل هناك شد من القميص؟ هل هناك عرقله؟ هذا هو اللي غادي يتابعوا الان الحكم رضوان بودلال. اول الاعتماد على تقنيه الفار وتقنيه الفيديو. نتابع من جديد المتابعه ديال مهدي مبارك ومحمد مالك. هل سقط في المحظور محمد مالك؟ على اي غادي ننتظروا القرار النهائي ديال الحكم اللي كيتابع الان الصوره ويتابع اللقطه، وبالتالي غادي نتابعوا القرار النهائي. كانت فرصه لفائده فريق الوداد. ارتقاء ديال منعم بوطويل،
ثم المتابعه ديال مهدي مبارك الكره الاخيره. اذا الحكم غادي نتابعوا القرار ديالو بعد ما تابع الصوره. اذا الحكم رضوان بودلال يعلن ضربه جزاء لفداء فريق الوداد. اذا ضربه جزاء، الحكم اعتبر بانه كان هناك تدخل وهناك شد من القميص، وبالتالي ورقه لمحمد مالك، عنده بطاقه يعني طرد، ورقه حمراء. لما تجي المصائب ما تجيش فرادى. اذا ضربه جزاء وورقه ثانيه، ما يعني الطرد لمحمد مالك، وشباب المحمديه سيكمل اطوار هذه الجوله الثانيه بنقص عددي وب10 لاعبين. محمد الريحي يستعيد الان، محمد الريحي تدخل الرحماني، والكره ابت الا ان تعود لمحمد الريحي، وهدف ثاني لفائده فريق الوداد. تدخل كان ممتاز ديال اسامه الرحماني، لكن المتابعه ديال محمد الريحي كيوضع الكره في شباك. هدف ثاني، فرحه كبيره لجماهير فريق الوداد الحاضره بقوه، وكذلك للاعبي فريق الوداد. اذا هدف ثاني بواسطه اللاعب محمد الريحي، اللي كيصبح الان هداف ديال فريق الوداد، وكذلك هداف ديال الدوري الاحترافي، 9 ديال الاهداف. سنتابع مره اخرى محمد الريحي، فهد موفي، محمد الريحي، مراوغه ممتازه ديال اللاعب ايمن فوطات. هذه فرصه ومحاوله بواسطه لاعب يوسف دالوزي يسدد فرصه والهدف. هدف اول لفائده فريق شباب المحمديه بواسطه اللاعب يوسف دالوزي كيتمكن من وضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق شباب المحمديه. تدويب الفريق، نتابعوا المحاوله، لاعب فوطات، مراوغه كانت ممتازه الاولى والثانيه، كيتمكن من التمرير اتجاه اللاعب يوسف دالوزي الذي يسدد الكره تعانق شباك الحارس مهدي بن عبيد. وهدف اول لفائده فريق شباب المحمديه، في الوقت اللي تغيرت الان في صفوف فريق الوداد. من زاويه اخرى نتابع هدف لاعب دالوزي لفائده فريق الوداد من اجل من مرمى الحارس اسامه الرحماني. لعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء الراسيه، والهدف عبد المنعم بوطويل كيتمكن من وضع الكره في الشباك. الكره اللي لمست احد المدافعين وتحولت لمرمى ولشباك الحارس اسامه الرحماني. عبد المنعم بوطويل الارتقاء ديالو يلعب الكره بالراس والكره في الشباك. هدف ثاني، تحدثت بان النتيجه غير مطمئنه، وهذا هو اللي جاء من طرف اللاعب عبد المنعم بوطويل، استغلال الكره الثابته. سنتابع من جديد. اسماعيل المترجي رفع الكره داخل منطقه الجزاء، كان ارتقاء ديال صامويل اوبينغ، وكذلك عبد المنعم بوطويل كره اللي اكيد لمسها، وردة فعل قويه من الحارس اسامه الرحماني. تضيع هذه الفرصه وهذه المحاوله على فريق الوداد الذي يسعى لاضافه هدف رابع. مشات كره في جنبنا، حمزه الساخي من جديد، رفع الكره، الرأسية والهدف. صامويل اوبينغ اللاعب الغاني يسجل اولى اهدافه بقميص فريق الوداد. صامويل اوبينغ هدف رابع لفائده فريق الوداد. فرحه كبيره لجماهير فريق الوداد بهذا الهدف صامويل اوبينغ. اذا اللاعب الغاني انتدابات جديده ديال فريق الوداد، كيسجل هدف الرابع والهدف الشخصي الاول له بقميص فريق الوداد. نتابع هذه المحاوله، التمريره كانت عند حمزه الساخي من طرف فهد موفي، تمريره من مترجي، رفع الكره لاعب حمزه الساخي، وارتقاء ديال صامويل اوبينغ في المكان المناسب. كاين هناك وضعيه تسلل كما نتابع في صوره المباراه المقبله بالنسبه لفريق شباب المحمديه الجوله 22. عصبان الوطني لكره القدم قدمت البرنامج ديال الجوله 22 في وقت تبادل المحاوله. فرصه تمريره، فرصه امام المرمى تضيع المحاوله بواسطه لاعب لورش مره اخرى، والهدف الخامس، هدف خامس لفائده فريق الوداد بواسطه اللاعب ميكايل رامون فانسون اللاعب الملغاشي، كيتمكن من وضع الكره في الشباك. هدف خامس لفائده فريق الوداد.
يعني هناك يعني مساحات ويمكن نقول بانه هي راحت بدنيا بالنسبه للاعبي فريق شباب محمديه، وامام هذه الترسانه البشريه وهذا اللاعبين المتميزين للفريق الوداد. فاكيد حصه الان 5 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. نتابع مره اخرى حمزه الساخي رفع الكره، كان المتابعه ديال لورش خطا على مستوى الدفاع، استرجع الكره بشكل قوي بامكانه رامون. اكيد انتصار بين وانتصار مهم لفائده فريق الوداد، ولكن صراحه شباب محمديه ادى مباراه يعني بامكانياته خصوصا بنقص عددي. اذا الحكم يعلن نهايه المباراه بفوز فريق الوداد ب5 اهداف مقابل هدف واحد.